قررت أعمل زي ما جدي عمل. مش جدي الحقيقي، لأ، الكلام هنا على جدي رمسيس. لما اتنقل من ميدان رمسيس للمتحف الكبير ساعتها بان أكتر، اتشاف أكتر، وبقى في مكان يليق بيه. الفترة اللي فاتت ما كانتش أحسن حاجة خالص. تخيل تبقى قاعد في أوضة صغيرة، شغل من البيت، شغل 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 شغل، ولا بتشوف الناس ولا الناس حتى بتشوفك، وروتين ملوش آخر لحد ما جه الشتاء. وما أدراك ما الشتاء؟ فقدان الشغف، أو بمعنى أصح فقدان إحساسي بالحياة. وفي حالتي أنا الشغف هو اللي بيحركني. فلما راح أنا وقفت أو عطلت، قعدت أبص في السقف مش عارف أفكر. فسألت شات جي بي تي إيه اللي ممكن أعمله، فرد عليا بكلمة واحدة بس: الحل هو السفر. ما فكرتش ثانيتين، جهزت شنطتي وسبت اوضتي وطلعت على موقف اسكندرية علشان اسافر روسيا. روسيا موسكو، روسيا موسكو، هات الكرسي يا باشا، روسيا موسكو على السريع، يلا يا بطل، روسيا روسيا موسكو. لا 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 لا، اكيد يعني مش اللي جه في بالك وان انا هركب موسكو من موقف اسكندرية. الحقيقة ان انا ركبت اتوبيس من موقف اسكندرية علشان الحق طيارتي من مطار القاهرة. وبعد 4 ساعات اتوبيس وصلت اخيرا المطار، ومن فرحتي نسيت شنطتي في الاتوبيس. بس الحمد لله كنت مصلي الفجر، فربنا بعتلي عم فايز سواق الأتوبيس الجدع ده، والحمد لله رجع لي الشنطة بتاعتي. المكان اللي لقيت فيه راحتي بعد ما رجعت الشنطة الحمد لله وكله تمام. الشنطة رجعت، الطيارة مستنياني. مش عايز أقول أنا تحت خلاص. احنا هنسيب الميس بقى، مش أنا اتزنقت. مش عارف. وفي الطريق انبهرت بمطار القاهرة، أول مرة أشوفه بجد جميل ونضيف وكل حاجة فيه حلوة. أنا مش عارف، أنا أول مرة أشوف تذكرة في الدنيا مكتوب عليها إعلان فروج أبو العبد. أنا يوم ما أسافر بالتذكرة مكتوب عليها فروج أبو العبد. في طيارة مقاعدهم إلى درجة رجال الأعمال، مقاعد الصفوف المميزة من الصف الرابع وحتى الصف السادس. ركبت الطيارة القاهرة، ثم الكويت، ثم موسكو، وأخيرا خرشو، من غير كسوف طبعا عشان دي الكلمة الوحيدة اللي أعرفها روسي. لكن الصدمة هنا مش في موسكو، الصدمة كانت في المطار. ضابط الجوازات، ست جميلة بالمناسبة، قررت إني ما أدخلش، وأنا مش فاهم ليه، وهي مش فاهم عربي وأنا مش فاهم روسي، وكلنا مش فاهمين أي حاجة غير خرشو. قعدت في المطار 3 ساعات في نص الليل، تحقيق، بصات، توتر، لحد ما اقتنعوا إني مش جاسوس ولا حاجة، وساعتها أفرجوا عني. الساعة 2:30 بالليل بتوقيت موسكو، وأنا لسه خارج دلوقتي من الجوازات، من ختم الباسبور، ختم الدخول. أنا كان نفسي أعرف إيه مشكلتي عشان أتأخر كل ده، وديني في مرحلة ما بعد ختم الباسبور إن أنا أدور على الشنطة بتاعتي. بص المطار فاضي، ما بقاش فيه حد غيري أنا مش عارف الشنطة بقى اتاخدت ولا راحت فين. لا إله إلا الله. ودخلت أخيرا موسكو. ومن فرحتي نمت أصل المشوار ده كله كان محتاج نوم مش احتفال، لحد ما جه تاني يوم وخرجت أشوف البلد والناس والسناجب. الحقيقة انبهرت بنظافة البلد جدا، لدرجة إن الشوارع هناك أنظف من بيتنا حرفيا من غير أي مبالغة. لكن في مشكلة بسيطة خلتني أحن لمصر في ثانية. خرشو I want to eat محشي right now. خرشو أنا متجمد يا خرشو. البرد يا جدعان مش حاجة طبيعية هنا، ده برد ما يتحملوش بشر. عشان كده أنا جيت أخد التجربة. لكن للأسف الجاكيت الجلدي الغالي اللي أنا جايبه من مصر طلع ولا أي حاجة. اكتشفت إن برد روسيا كان عايز جواكت روسيا، ودي أول نصيحة لو ناوي تيجي روسيا. طلعت بعدها على المكان
اللي كنت بشوفه دايما في التلفزيون وبنبهر، الكريملين أو الساحة الحمراء، يعني الريد سكوير. الناس فاكرة الكريملين قصر، لكن في الحقيقة الكريملين مدينة جوا مدينة، والأغرب إن في جزء منه اتقفل بالخرسانة أيام الاتحاد السوفيتي، وده علشان يقدروا يخفوا كنيسة كاملة جوا الكريملين، خوفا من إن الناس ترجع للدين مرة تانية. وفي برج هناك ساعته زمان كانت بتتظبط حسب مزاج القيصر نفسه، يعني لو القيصر صحي متأخر الساعة بتتأخر. مكان معمول مش بس للحكم لكن للخوف، هما كانوا قاصدين إنهم يخوفوا الشعب. هنا كانت بس مجرد البداية، لأن اللي جاي هيغير نظرتي بالكامل عن روسيا. انا حرفيا كده تقريبا دخلت في اللهم جرى خير قاعدة عسكرية. يا جماعة حد يقول لي فين السفارة المصرية؟ فلو حابب تشوف اللي حصل بعد كده في روسيا اكتب لي في الكومنتات. كمل، والفيديو اللي جاي هحكي لكم عن أول صدمة حقيقية حصلت لي. ويلا سلام.